بسمك اللهم نستعين على سعينا فرب لا تخيب مساعينا، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بها بنور الفهم وتوضي حليما أشكل علي حتى أفهم. أهلا وسهلا بيك طالب تانية ثانوي بكالوريا مسار الطب وعلوم الحياة العبقري اللي اختار مادة الرياضيات. أنا عبد الرحمن الهلالي وهكون شريكك بإذن الله في الرحلة دي من أول يوم لحد آخر يوم. في بداية كل واحدة إن شاء الله هتلاقيني عامل لك فيديو أو اتنين أساسيات مفاهيم الحاجات اللي فاتت من السنين اللي فاتت. هنبدأ مع بعض من تحت خالص وواحدة واحدة الحاجات اللي هتفيدك في كل وحدة. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن الأساسيات اللي أنت محتاجها في الوحدة الأولى من تحت خالص، وهنبدأ مع بعض واحدة واحدة. مطلوب منك تستعين بالله وتبدأ مذاكرة وتظبط دنيتك. تعال احنا هنبدأ في البداية خالص من حاجة بسيطة خالص. احنا هنبدأ بالعمليات الحسابية العادية. حضرتك أو حضرتك بتتلخبط بالموجب والسالب. تعال أنا هاخد بإيدك ونبدأ. تعال نقول مع بعض أنا لو عندي 7 زائد 3 ده رقم بالموجب وده رقم بالموجب، طبعا مش محتاج، هتقول إن هو ب10. طيب لو حصل يا شباب إن أنا عندي رقمين بالسالب بالمنظر ده أو بالمنظر ده، عايزك تنسى موضوع الموجب خالص وتنسى موضوع زائد وناقص. الموضوع موضوع موجب وسالب. فبنقول لنفسنا ايه؟ لو لقيت سالب وسالب اجمع سالب، يعني لو لقيت رقم بالسالب ورقم بالسالب هجمعهم واحط السالب. يعني ايه؟ الرقم ده بالسالب والرقم ده بالسالب، سالب سالب اجمع سالب، يبقى اجابتها هتكون -10. طب انا لو عايز -3 وسالب 7، الرقم ده بالسالب والرقم ده بالسالب، سالب سالب اجمع سالب، نفس النظام هتديني -10. طيب جميل. عندك ايه تاني يا عم عبد الرحمن؟ قال لك افرض ان انا عندي رقم بالسالب ورقم بالموجب، رقم بالموجب ورقم بالسالب، أو المنظر ده كده. عايزك تشيل من دماغك خالص موضوع زائد وناقص، فبتسأل نفسك سؤال: هو الرقم ده سالب ولا موجب؟ الرقم ده سالب. طب والرقم ده موجب. قال لك ايه؟ انت اول قاعده كانت سالب سالب اجمع سالب. طب القاعده الثانيه سالب موجب او موجب سالب، هروح اعمل ايه؟ قال لك اطرح وحط اشاره الكبير. سالب موجب موجب سالب، اطرح واحط اشاره الكبير. يعني ايه؟ الرقم ده بالسالب والرقم ده بالموجب اطرحهم وحط اشاره الكبير. 7 ناقص 3 كام؟ 4. يبقى مين الكبير؟ مين الأكبر؟ 7 ولا ال3؟ ال7 هو الأكبر، يبقى الإشارة تبقى سالبة. موجب وسالب أو سالب وموجب أطرحهم وأحط إشارة الكبير. 7 ناقص 3 4. مين الأكبر؟ ال7 ولا ال3؟ ال7. ال7 إشارتها موجبة، يبقى الإجابة النهائية إشارتها موجبة. نفس النظام هنا، موجب وسالب، سالب أو موجب، هطرح واحط اشاره الكبير. اطرح الكبير من الصغير. 7 ناقص 3 كام؟ 4. مين اكبر؟ ال3 ولا ال7؟ لا ال7، يبقى الاشاره سالبه. طيب 7 ناقص 3 انت كده ولا كده عارف ان هي 4، بس لا، تعال نطبق نفس الموضوع. موجب وسالب، اطرح واحط اشاره الكبير، والكبير هو الموجب. واحد يجي يقول لك: مستر هو انا معلش يعني، هو انا في ثانيه ثانوي ولا في رابعه ابتدائي عشان تراجع معايا الكلام ده؟ يا صديقي، حقيقي انت منهجك كله في الوحدة الأولى
ماشي على العمليات الحسابية سواء كانت جمع أو ضرب أو قسمة وأنت بتتلخبط. إزاي؟ هيجي يقول لك إيه؟ دلوقتي أنا معايا 7 س زائد، أو بلاش زائد، هنقول 7 س ناقص 10 س. دي خطوة. هتيجي تقول لي ده بالموجب وده بالسالب. موجب سالب، سالب موجب، هنطرح ونحط إشارة الكبير. اطرح 10 ناقص 7 يبقى 3. 3 إيه؟ 3 س. طب جميل. مين أكبر؟ السبعة ولا ال10؟ والله ال10 أكبر، يبقى الإجابة هي الإشارة بتاعتها سالب 3 س. هيقابلك وأنت شغال أجي أقول لك إيه؟ 5 س ناقص 7 ناقص 3 س ناقص 3، وهيكون مطلوب منك انك انت تختصرها، ومش كمان مش هتكون بالبساطه دي، هتبقى اكبر شويتين. تيجي انت تقول لي ايه؟ والله يا مستر بص، انت لحد دلوقتي قلت لي على قاعدتين. ايه هما القاعدتين اللي انت قلت عليهم؟ قلت لي لو لقيت سالب وسالب اجمع واحط السالب، ولو لقيت سالب وموجب او موجب وسالب بطرح واحط اشاره الكبير. هاجي هنا اقول لنفسي ايه؟ دلوقتي انا معايا 5 س دي موجبه و3 س دي سالبه، فلقيت ده بالموجب وده بالسالب. اعمل ايه؟ اطرح وحط اشاره الكبير. 5 س ناقص 3 س 2 س. القلم زعل مننا بس مش مشكله، تعالى نمسح كده. يبقى 5 س ناقص 3 س قلنا ان هي ب 2 ايه؟ س. بعدين عندي هنا سالب 7 وسالب 3، سالب سالب اجمع سالب يبقى تساوي سالب 10. يبقى المقدار اللي قدامك ده هيساوي ايه في الاخر؟ الاتنين س ناقص 10. يبقى الجزء ده مهم؟ مهم. يبقى تعالى كده معايا، سالب سالب اجمع سالب، سالب سالب اجمع سالب. لو لقيت سالب وسالب بجمع واحط السالب، سواء كانت بالمنظر دي ما بينهم زائد او ما فيش ما بينهم حاجه. طب لو عندي رقم بالسالب ورقم بالموجب بروح اطرحهم واطرح واحط اشاره الايه؟ الكبير. طيب اخر قاعده تقدر تقول ايه؟ سالب بعد السالب موجب. يعني ايه سالب بعد السالب موجب؟ يعني انا جيت دلوقتي قلت لك 5 س ناقص سالب 3 س يساوي ايه؟ سالب بعد السالب موجب، يعني دي تقول لي 5 س سالب بعد السالب موجب 3 س. هو ده معنى سالب بعد السالب موجب. يبقى 5 س زائد 3 س تديني 8 س. تعالى كده نطبق الكلام اللي احنا قلناه بسرعة في أمثلة. يلا بينا. شغال ولقيت معايا 5 س ناقص 9 س هتبقى ايه؟ لقيت سالب 5 س ناقص 4 س. لقيت سالب 5 س ناقص سالب 7 س بيساوي ايه؟ والله همشي واسأل نفسي، أنا عايز أعمل عملية حسابية عليهم. الرقم ده بالإيه يا شباب؟ الرقم ده بالموجب والرقم ده بالإيه؟ بالسالب. يبقى موجب سالب سالب موجب، أطرح وأحط إشارة الكبير. ما هو أنا مش هقعد أمسك الآلة في كل مسألة أحلها. طيب يلا نطرحهم. بنطرح مين؟ الكبير ناقص الصغير. 9 ناقص 5 كام؟ 4. 4 س. مين الأكبر؟ الخمسة ولا التسعة؟ التسعة تاخد إشارتها، يبقى أطرح وأحط إشارة الكبير. إيه ده يا شباب؟ ده سالب. وإيه ده؟ سالب 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 أجمع سالب، سالب سالب أجمع سالب. يبقى أنا هجمعهم 5 و4 تبقى 9 س وأحط الإيه؟ السالب. أخلي بالي هنا من حاجة، إيه هي؟ إن السالب بعد السالب موجب. يعني إيه؟ سالب 5 س دي هتنزل زي ما هي، والسالب اللي بعد السالب هيقلب موجب. بعد كده 7 س تنزل زي ما هي. بعد كده بقى نطبق قاعدة تانية. أنا عندي رقم بالسالب ورقم بالموجب، سالب موجب موجب سالب، أطرح وأحط إشارة الكبير. يبقى 7 ناقص 5 هي 2
س. مين أكبر؟ السبعة، يبقى الإشارة هتبقى موجبة. يبقى خليك كده فاكر بالله عليك، سالب سالب أجمع سالب سالب وموجب، أو موجب وسالب، أطرح وأحط إشارة الكبير سالب بعد السالب موجب. عايزك بقى تجيب ورقة وقلم كده وتشغل ايدك، هندرب ايدك عليها وعلى السرعة. ازاي؟ اقعد تلقائي كده، اكتب عشوائي زي ما انا كاتب كده، تمام؟ تعالى مثلا هتقول 4 س ناقص 12 س سالب 8 س زائد 3 س سالب 5 س ناقص 4 س. تعمل لنفسك كده زي تمرين. طب التمرين ده هيعمل ايه؟ هيزود عندك في مخك القدرة على الحساب السريع، ومعاك الآلة. الرقم ده بالموجب وده بالسالب، أطرح وأحط إشارة الكبير تبقى 8 س، يبقى هنا كام؟ سالب 8 س. سالب وموجب بطرح وأحط إشارة الكبير، أطرحهم تبقى 5 س، والثمانية هي الكبيرة يبقى سالب 5 س. سالب 5 س وسالب 4 س، كده أنا بقى معايا سالب 9 س. يبقى سريعا كده افتكرنا مع بعض القواعد والعمليات الحسابية. طيب الضرب والقسمة، قال لك بص يا صديقي، الموضوع بسيط خالص. موجب في موجب بيديني موجب، أما موجب في سالب فبيديني سالب، وسالب في سالب بيديني موجب. من الآخر لو الإشارتين زي بعض فهي بالموجب، ولو الإشارتين عكس بعض فهي بالسالب. يعني أنا عايز أجيب 5 في 3 سالب 5 في سالب 3 سالب 5 في 3. 5 في 3 موجب في موجب يبقى موجب كام؟ 15. سالب في سالب، الإشارتين زي بعض يبقى موجب، يبقى 15. سالب 5 في 3 سالب في موجب بسالب، 5 في 3 بكام؟ ب 15. طيب نفس النظام في القسمة، موجب على موجب بيديني موجب، موجب على سالب أو سالب على موجب بتديني سالب، أما سالب على سالب فساعتها بتديني الموجب. زي هو 35 على 7 فيها كام؟ وسالب 35 على 7 فيها كام؟ و35 على سالب 7 فيها كام؟ وسالب 35 على سالب 7 فيها كام؟ في الضرب والقسمة لو الإشارتين زي بعض يبقى موجب، ولو الإشارتين مختلفتين عن بعض يبقى سالب. إزاي؟ 35 على 7 فيها الخمسة، طب هما الإشارتين موجب يبقى موجب. 35 على 7 فيها الخمسة، واحدة سالب والتانية موجب يبقى سالب. 35 على سالب 7 برضو سالب 5. طب سالب 35 على سالب 7 سالب على سالب بموجب، يعني هتديني هنا 35 على 7 فيها الكام؟ فيها الخمسة بس بالموجب. طيب يبقى أنا كده عرفت وربنا كرمني قواعد الإشارات في الجمع والطرح وفي الضرب وفي القسمة. تعال بقى نتكلم عن حاجة تانية بسرعة، عن الحدود والمقادير الجبرية. الحد الجبري والمقدار الجبري. ايه هي الحدود وايه هي المقادير؟ بصوا يا شباب، 5 س ده حد جبري، 3 ص تربيع حد جبري، 8 ع أس 5 ده حد جبري، 6 ن أس 4
ده اسمه حد جبري. الحد ده بيكون ليه معامل وبيكون ليه درجة. 5 س معاملها هو الرقم اللي قدامها اللي هو ال5. الدرجة الأس اللي على س، وطالما س مفيش عليها أسس يبقى ده من الدرجة الأولى. طيب 3 ص تربيع المعامل بتاعها هو الرقم اللي قدامها اللي هو هنا بالنسبة لي هو ال3. طب الدرجة الأس عليه 2 يبقى ده من الدرجة الثانية. طب 8 عين أس 5 المعامل هنا هو ال8، عين أس 5 عليها أس 5 يبقى ده يا جماعة من الدرجة ال5. طب 6 ن أس 4 المعامل هو 6، الدرجة هي الدرجة الرابعة. طيب لو جيت كتبت س أس 4 ص أس 2، هل في أرقام هنا؟ لا، يبقى المعامل بواحد. طب الدرجة تجمع الأسس دي 4 و2 6 يبقى ده من الدرجة السادسة. زي برضو إيه؟ س ص عين وهنا 8 المعامل 8. طيب الدرجة ما تنساش إن هنا س عليها أس 1 وإن الصاد عليها أس 1 وإن العين عليها أس 1. لما تجمع 1 و1 و1 يبقى بنقوله عليه ده من الدرجة الثالثة. طيب جميل جدا 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 وممتاز. ده كان إيه؟ ده كان الحد. ده كده اسمه حد جبري. ده كل واحد من دول على بعضه اسمه حد. وعلى فكرة 8 س ص ع ده كله على بعضه اسمه حد. لكن عندك حاجة تانية اسمها المقدار الجبري. طيب يعني ايه مقدار جبري؟ المقدار الجبري ده هو مجموعة من الحدود. يعني ايه مجموعة من الحدود؟ يعني مثلا 4 س تكعيب زائد 5 س تربيع زائد 6 س زائد 8. ده كله على بعضه اسمه مقدار جبري، وعلينا دروس اسمته وشوية حاجات حلوة فيه كده. فده اسمه مقدار جبري. هو عبارة عن ايه؟ كذا حد مع بعض، حد وحد وحد وحد. تمام؟ ليه درجة؟ الدرجة بتاعته بتبقى أكبر أس، مش بتجمع. يعني هنا فوق أكبر أس هو كام؟ أكبر أس هو 3، يبقى ده من الدرجة الثالثة. يبقى أنا عندي الحدود الجبرية، المعاملات والدرجات. عندك المقدار الجبري في بس الدرجة بتاعته هو من الدرجة الثالثة ولا الرابعة. هو أنا ليه باخد ده؟ علشان حضرتك كل حاجة حرفيا هي قايمة على الحدود والمقادير الجبرية في الوحدة الأولى. طيب حلو جميل ظريف. تعالى نكمل. هنتكلم عن ايه دلوقتي؟ احنا قلنا ان انا عندي الحدود الجبرية. طب احنا هنتكلم عن ايه فيها دلوقتي؟ الشروط بتاعة الجمع والطرح الضرب والقسمة. تعالى نبدأ مع بعض. هو أنا لو عندي ده حد س زائد س وس تربيع زائد س وس تربيع زائد 2 ص زائد 4 س تربيع زائد 6 تساوي ايه؟ قال لك بص، صلي على رسول الله. س زائد س بطيخة وبطيخة بطيختين. س زائد س 2 س. طب س تربيع زائد س قال لك لا، انت علشان تجمع حد جبري مع حد جبري تاني
لازم تكون الحدود متشابهة. يعني ايه متشابهة؟ يعني ده س وده س، ممكن عادي دي تبقى 3 س و4 س. يعني انا دلوقتي لو جيت وقلت لك ايه مثلا 5 س زائد 7 س يساوي ايه؟ ما ينفعش الجمع ولا ينفع الجمع. ليه؟ هنا في س وهنا في س، عادي 5 زائد 7 يبقى 12 و12 ايه يا اولاد؟ 12 س. طيب س تربيع زائد س، يا مستر ما دي س ودي س. لا يا حبيبي، دي س تربيع ودي س، ما ينفعش ان هما الاثنين يتجمعوا على بعض. طب ايه الحل؟ الحل ان انا اسيبهم زي ما هم. طيب ماشي، يعني دي تنزل زي ما هي. طب س تربيع و2 ص و4 س تربيع و6، ايه اللي شبه بعض وينفع يتجمعوا مع بعض يا صديقي؟ والله يا مستر اللي هينفع يتجمعوا مع بعض هم س تربيع و4 س تربيع. ليه؟ علشان دي يا مستر س تربيع ودي كمان س تربيع، فس تربيع زائد 4 س تربيع مشيها بنظام البطيخ، بطيخه واربع بطيخات. س تربيع و4 س تديني 5 س تربيع و4 س تربيع تديني 5 س ايه؟ تربيع. طب يا مستر الاتنين صاد دي، لا يا حبيبي تنزل زي ما هي. طب الستة دي تنزل زي ما هي. طيب تعالى كده ناخد مثال وندمج في الحاجتين اللي قلناهم مع بعض دلوقتي. جيت دلوقتي مثلا يا جماعه قلت لكم ايه؟ 8 س تربيع ناقص 6 س زائد 9 زائد 2 س تربيع ناقص 4 س ناقص 12. عايز اختصر الشكل اللي قدامي ده لأبسط صورة، وخلي بالك انك حرفيا العمليات الحسابية هتبقى كتير. في حاجتين تخلي بالك منهم. اولا الحاجات اللي ينفع تتجمع مع بعض، مين شاطر هيقول لي؟ 8 س تربيع تنفع مع موجب 2 س تربيع، وسالب 6 س، بص انا باخدها بالاشاره اللي قدامها، ينفع مع سالب 4 س، وموجب 9 تنفع مع سالب 12. تاني كده، معايا 8 س تربيع ناقص 6 س زائد 9 زائد 2 س تربيع ناقص 4 س ناقص 12. انا بحدد الاول بعناية ايه اللي هينفع يتجمع من دول مع بعض يا ولاد. 8 س تربيع مع موجب 2 س تربيع سالب، بص انا بقراها بالاشاره، سالب 6 س مع سالب 4 س وموجب 9 مع سالب 12. طب تعالى نطبق كده اللي قلناه من شويه بالله عليك. هو ده بالايه؟ بالموجب، وده بالايه؟ بالموجب، يبقى اجمعهم عادي. 8 س تربيع زائد 2 س تربيع 10 س تربيع سالب 6 س سالب 4 س سالب سالب اجمع سالب، اجمعهم واحط السالب. 6 و4 10 يبقى 10 س واحط السالب. محدش يقول لي بقى ايه س زائد س بس تربيع، لا، س زائد س ب2 س. بعد كده انا معايا ايه؟ التسعة وسالب 12. بقول لنفسي ايه؟ الرقم ده بالموجب والرقم ده بالسالب. لو لقيت عندك رقم بالموجب ورقم بالسالب بتعمل ايه؟ بتطرحهم وتحط اشاره الكبير. اطرح 12 ناقص 9 بتطرح الكبير من الصغير. 12 ناقص 9 كام؟ 3. مين اكبر؟ التسعة ولا ال 12؟ ال 12 اشارتها ايه؟ سالب، يبقى سالب 3. يبقى الاجابه النهائيه هنا هي 10 س تربيع ناقص 10 س ناقص ال3. تعالى ناخد مثال كمان، بص كده معايا. س تربيع ص تكعيب زائد 8 س تكعيب ص تربيع ناقص س، او خلي دي
8 برضو ناقص 2 س تربيع ص تكعيب زائد 2 س تكعيب ص تربيع زائد 8. انا عايزك تجمع لي اللي قدامك ده هنستخدمه في منهجك؟ هتستخدمه في المنهج. هتجمع؟ هتجمع. هتعمل كل اللي بقول لك عليه دلوقتي. طيب 8 س تربيع ص تكعيب و8 س تكعيب ص تربيع وسالب 2 س تربيع ص تكعيب موجب 2 س تكعيب ص تربيع موجب 8. انا عايز اسال سؤال، ايه من هنا ينفع نعمل عليه العمليات الحسابيه مع بعض؟ ركز معايا. يا مستر دول كلهم زي بعض، دي س وصاد ودي س وصاد ودي س. لا يا بابا والله ما حصل. ليه؟ دي 8 س تربيع ص تكعيب ما ينفعش تتجمع غير مع حاجه فيها تربيع وتكعيب، غير كده فهو غلط ومش هينفع انك تجمعهم مع بعض. ايه تاني ينفع يتجمع مع بعضيهم؟ 8 س تكعيب ص تربيع موجب هينفع تتعامل مع موجب 2 س تكعيب ص تربيع. ركز بالله عليك. طب ال8 مفيش حاجه تتعامل معاها، خلاص اقول لنفسي ايه بقى؟ هما الاثنين دولت اللي هيتعاملوا مع بعض، ماشي. بص بقى بالله عليك، الرقم ده او الحاجه دي بالموجب، هنا في 8 وده بالسالب، موجب وسالب، قلت لك تعمل ايه؟ تطرح وتحط اشاره الكبير. يلا نطرح. 8 ناقص 2 6. مين اكبر؟ ال8 يبقى بالموجب، والسين تربيع تنزل والصاد تكعيب تنزل. بعدين موجب 8 وموجب 2، موجب وموجب موجب، يبقى موجب 10. 10 ايه؟ س تكعيب تنزل زي ما هي، صاد تربيع تنزل زي ما هي، وال8 تنزل زي ما هي، مش محتاجه. طيب عندي ايه تاني بقى؟ عندي الجمع والطرح كده خلص. انت عرفت عشان تجمع او تطرح لازم الحدود تبقى متشابهه. طيب الضرب والقسمه. تعالى الاول نتكلم عن الضرب. لو انا معايا 3 س تربيع في 4 س تكعيب يساوي ايه؟ 2 س تربيع في 3 ص تربيع 4 في 5 س تربيع. قال لك والله الضرب ده عادي، اي حاجه ممكن تتضرب في الثانيه. طيب ايه اللي بيحصل؟ قال لك والله احنا في الضرب بنجمع الاسس. يعني ايه في الضرب بنجمع الاسس؟ تعال، هو 3 في 4 بكام؟ 3 في 4 ب 12. طيب س أس 2 في س أس 3 في الضرب بنجمع الأسس. السين تنزل واجمعهم، 2 و3 كام؟ 5، بس بشرط امتى اجمعهم؟ لما يكون الحرفين زي بعض. طب انا عندي 2 س تربيع في 3 ص تربيع، ساعتها تقول لي 2 في 3 بايه؟ ب 6. طب 6 ايه؟ س تربيع ص تربيع، كل واحده تنزل بالأس بتاعها عادي. طيب 4 في 5، قال لي والله الأربعة في الخمسة ب20. طب 20 ايه؟ السين تربيع تنزل زي ما هي. طيب تعالى كده تاني، هنقوله ايه؟ 2 س تربيع ص تكعيب عين تربيع في 8 س ص. يلا بينا. 2 في 8 ب 16. س تربيع في س، دي عليها تربيع ودي عليها واحد، في الضرب بنجمع الأسس يبقى س أس 3. ص أس 3 في ص، دي عليها واحد تبقى ص أس 4. طب عين أس 2 مفيش حاجة تنزل تتضرب فيها، يبقى تنزل زي ما هي 16 س تكعيب ص أس 4 عين أس 2. طيب عايز أقول لك برضو على ملحوظة مهمة وخلي بالك منها بالله عليك عشان هنحتاجها قوي.
في أول درس. إيه هي؟ دلوقتي لو أنا عندي س أس 2 الكل أس 3، ولو أنا عندي س تربيع في س أس 3، والله دي سهلة لسه قايلينها، إحنا في الضرب بنجمع الأسس، تبقى س أس 2 زائد 3، يعني هتديني س أس كام؟ س أس 5. طب س تربيع الكل أس 3، قال لك بص، لو أنت لقيت أس بره وأس جوه اضربهم في بعض، نضربهم في بعض، يعني تبقى س أس كام؟ أس 6. تاني، صاد أس 4 الكل أس 2، وصاد أس 4 في صاد أس 2. احنا في الضرب بنجمع الأسس، يعني دي صاد تنزل ونجمع الأربعة مع الاتنين فتدينا صاد أس 6. لكن لما الاقي أس بره وأس جوه هعمل فيهم ايه؟ هروح أضربهم في بعض. أضربهم في بعض يعني أقول 4 في 2 فتكون صاد، طبعا دي صاد أس كام؟ أس 8. وعايز برضو أقول حاجة مهمة في الجزء ده. إيه هي الحاجة المهمة ديت؟ بص يا صديقي، لو أنا لقيت 3 س تربيع الكل أس 2، أو خلي دي س تكعيب الكل أس 2، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يا جماعة إن أس 2 ده بيتوزع على التلاتة وبيتوزع على الاتنين. يعني إيه؟ يعني أنا لما هاجي هقراها هقول إيه؟ 3 أس 2 ب9، دي 9. س أس 3 أس 2 قلت لك لما في أس بره وأس جوه تضربهم في بعض، يعني 3 في 2 بكام؟ ب6. تاني كده، 4 س أس 5 الكل أس 2. يلا بقى على طول هنقول إيه يا ولاد؟ اوعى تنسى، 4 أس 2 بكام؟ ب16. س أس نضربهم في بعض، 5 في 2 ب10، يبقى ده 16 س أس 10. تاني والله كل حاجة كتبناها النهاردة انت شايف ان هي بسيطة، هي هتبقى موجودة ومتركبة جوه المسائل. تلاتة س أس 2 الكل أس 3. يلا بينا هنتقرا ازاي؟ 3 أس 3 27 والسين تنزل، س أس 2 الكل أس 3 نضربهم في بعض، 2 في 3 بكام؟ ب6، فتديني 27 س أس 6. طيب جميل وظريف ولذيذ وحاجة يعني إيه؟ فاخر من الآخر. بعدين ده كان ضرب الحدود. تعال نشوف ضرب المقادير. طب الاسم، لا ده الاسم دي قصتها قصة أنا بنتكلم عليها كمان شوية. لو أنا عندي يا جماعة س في س تربيع زائد س زائد 5، ازاي اضربهم في بعض؟ بنروح وبنوزع س في س تربيع. يلا مين شاطر يقول لي؟ س أس كام؟ 3، لأن أنا في الضرب بجمع الأسس والإشارة تنزل. س في س دي عليها 1 ودي عليها 1، يبقى س أس كام؟ 2 زائد س في 5 ب5 س. يلا بينا نكبرها شويتين، 4 س صاد 2 س تربيع صاد زائد 3 س صاد تربيع زائد 6. تعالى نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. هناخد 4 س صاد دي نضربها في 2 س تربيع صاد،
طب نبدأ ازاي؟ الرقم في الرقم، 4 في 2 ب8. س في س تربيع، في الضرب بنجمع الأسس دي عليها 1 طبعا ودي عليها 1، يعني ممكن أي حاجة معلاش أسس حط عليها 1. س في س تربيع، في الضرب بنجمع الأسس تبقى س أس 3. ص أس 1 في ص أس 1 بص أس 2 زائد. نعمل نفس الموضوع هنا. يلا 4 في 3 ب12. س في س بس تربيع. ص في ص أس 2 بص أس 3 زائد. يلا بينا نضرب. 4 في 6 ب24. س مفيش حاجة تتضرب فيها تنزل زي ما هي. ص مفيش حاجة تتضرب فيها تنزل زي ما هي. تاني يلا ونعقد القصة شويتين كمان. يلا بينا. سالب 5 س ص عين، عايز اضربها في 8 س تربيع ص تكعيب عين أس 4 ناقص 3 س تكعيب ص تربيع عين تربيع هي كمان زائد 3 س عين. عايز أضرب وأوزع. مستر نعم، أنت كنت بادئ سالب 3 وسالب 5 ويعني أنا توسمت فيك الخير. عادي حبيبي، ما هي أنت محتاجها عشان توصل لده. لو أنت مشيت عليها واحدة واحدة واتدربت عليها واحدة واحدة هتلاقي إن العملية ماشية معاك. ما هي مفيش حاجة بتيجي من أول مرة. وفي ناس أنا عارف إن هو شاطر وقاعد يقول أنا الكلام ده عارفه. طيب يلا يا عم اللي عارف، هنعمل إيه؟ هناخد ده يلا نضربه هنا الأول. سالب 5 في 8 سالب في موجب بسالب سالب 40. س في س تربيع بس تكعيب. ص في ص تكعيب بس ص أس 4. عين في عين أس 4 بعين أس 5. شكرا. يلا نضرب هنا. سالب 5 في سالب 3 بموجب 15. س في س أس 3 س أس 4. ص في ص أس 2 بص أس 3. عين في عين أس 2 بعين أس 3. اللي بعده فاضل ده يتضرب، ده توزيع الضرب. سالب 5 في موجب 3 بسالب 15. س في س بس تربيع. صاد وهنا مفيش صاد تنزل زي ما هي. عين في عين بعين أس 2، لأن أنا في الضرب بجمع الأسس. يبقى دي طريقة ضرب. دي طريقة الضرب. طيب عندي إيه تاني؟ عندي إن أنا أجي أضرب مقدار زي مثلا س زائد 5 في س ناقص 5. س ناقص 4 في س زائد 4. 3 س ناقص 5 ص في 3 س زائد 5 ص. قال لك القوسين دول زي ما كنا بنقوله زمان ان هم مترافقين. يعني ايه مترافقين؟ يعني يا صديقي الاتنين زي بعض بس فيهم واحد بالموجب والتاني بالسالب. قال لك طيب انا عشان اضربهم في بعض ازاي اروح اضربهم في بعض؟ قال لك بص، هتنزل لي السالب تضرب الاول في الاول س في س بس تربيع، تضرب التاني في نفسه 5 في 5 ب 25. انت كده ضربتهم في بعض خلاص. س تربيع ناقص 25. طيب س ناقص 4 في س زائد 4 ازاي هيتفكوا؟ مترافقين ننزل السالب نضرب س في س بس تربيع. 4 في 4 ب 16 يبقى س تربيع ناقص 16. 3 س ناقص 5 ص في 3 س زائد 5 ص. السالب بينزل
الأول في الأول 3 س في 3 س ب9 س تربيع، 5 ص في 5 ص ب25 ص تربيع. جميل وظريف ولذيذ. عرفت ازاي اضربهم بما انهم هما الاتنين مترافقين. طب يا عم عبد الرحمن، نعم، افرض بقى جيت انا لقيت س زائد 5 مثلا في س زائد 4. ازاي اضربهم؟ زي اللي فاتت؟ لا، انا ما بطبقش القاعده دي غير لما يكونوا الاثنين زي بعض بس مختلفين في الاشاره، واحده بالموجب واحده بالسالب، ومش شرط مين فيهم الاول. طب انا هنا هضطر اعمل ايه بقى؟ قالك بص، هتاخد السين تضربها في السين وتضربها في الاربعه، وتخلي بالك من الاشارات. س في س بس تربيع، س في موجب 4 بموجب 4 س. بعدين هتاخد الخمسه تضربها في س وتضربها في الاربعه، 5 في س يبقى 5 س، و5 في 4 ب20. يا صديقي هتلاحظ ايه؟ ان زي ما قلنا من شويتين دي س تربيع، 4 س و5 س ينفع يتجمعوا يبقوا 9 س، وال20 تنزل زي ما هي. تاني، س ناقص 4 في س ناقص 3. هنعمل ايه؟ هنوزع س في س، س تربيع، س في سالب 3 بسالب 3 س، سالب 4 في س بسالب 4 س، سالب 4 في سالب 3 بموجب 12. س تربيع زي ما هي، سالب سالب اجمع سالب، وال12 زي ما هي. شفت ما انا ليه كنت بقول لك سالب سالب كمان شويه؟ طيب واحد يجي يقول لي ايه؟ مستر، اقول له نعم يا حبيبي. لو سمحت يا مستر، معلش يعني انا اسف. لا، خد راحتك يا حبيبي. هو مش ده الكلام بتاع الاعدادي؟ هو عليك في المنهج السنه دي. تاني في عليك دروس انت اخدتها في اعدادي، وفي دروس اخدتها في اولى ثانوي، وفي دروس اخدتها في ثالثه اعدادي، عادي خالص، وفي حاجات جديده. فانت الموضوع مختلف حبتين عن الرياضه زمان. لا، الموضوع على فكره ان شاء الله ابسط. هو مشكلته ان هو كتير كبير، بس ان شاء الله ملمومه يعني. تعالى يلا بينا كده نسمي الله ونشتغل. ازاي نضرب الكلام اللي قدامي ده؟ والله الوحده الاولى كلها كده زي ما انت شايف بقى، قاعد بتضرب، قاعد بتفك اقواس، قاعد بتعمل حاجه، فلازم يكون عندك مهاره عاليه في الحاجات دي. تعالى كده معايا، يلا بينا نضرب س في س، س تربيع، س في موجب 5، موجب في موجب بموجب يبقى موجب 5 س. بالله عليك خلي بالك من الاشارات واحنا بناخدها. سالب 3 في س بسالب 3 س، سالب 3 في موجب 5 بسالب كام؟ 15. هتلاحظ ان 5 س وسالب 3 س ينفع اعمل عليهم عمليه حسابيه. موجب سالب سالب موجب، بطرح واحط اشاره الكبير. 5 س ناقص 3 س هي 2 س. طرحناهم من الكبير الخمسه هنحط اشاره الكبير. ناقص كام؟ ناقص 15. تعالى واحده تاني زي التاكيد عشان نفرق ما بينهم هما الاثنين اللي احنا اخدناهم لحد دلوقتي. عايزين نفرق ما بين ايه؟ س زائد، او ليه بقى س ايه يا عم؟ تعال يا عم يلا نخربطوها. 2 س زائد 3 ص في 2 س ناقص 3 ص، وهنا 2 س زائد 5 ص في 4 س ناقص 2 ص. ايه الفرق ما بين الاتنين دول؟ دي أمورة جميلة ظريفة لذيذة. 2 س 3 ص 2 س 3 ص، واحدة بالموجب واحدة بالسالب مترافقين. فله شمعة منورة. هنعمل ايه؟ هنحط السالب. بعدين الأول في الأول 2 س في 2 س، شاطر برافو عليك، 4 س ايه؟ تربيع. 3 ص في 3 ص، 3 في 3 9 ص تربيع. خلصنا؟ خلصنا.
طب انا هنا لا، محتاج اوزع، ما ينفعش اعمل زي دي لان هم مش مترافقين. 2 س في 4 س ب8 س تربيع. 2 س في سالب 2 ص بسالب 4 س ص. بعد كده 5 ص في 4 س بموجب 20 س ص. مش هتفرق كتبت ص الاول او س، خلاص. بعد كده 5 ص في سالب 2 بسالب 10 ص تربيع. ال8 س تربيع تنزل زي ما هي. الأمورة دي بالسالب والأمورة دي بالموجب، هنطرحهم ونحط إشارة الكبير. 20 ناقص 4 16. طبعا س ص تنزل زي ما هي. ال20 هي الكبيرة تبقى بالموجب، وسالب 10 ص تربيع دي تنزل زي ما هي. يبقى أنا كده قدرت إن أنا أضربهم هما الاتنين في بعض. برافو عليا والله وشاطر، وأنت كمان برافو عليك وشاطر. بعدين ازاي اروح وافك القوس الجميل الامور ده؟ يلا بينا. قال لك بص، هم كلهم موجب كده، مفيش سالب خالص. انا هحط سالب هنا، يعني انت جاي تشقلب دلوقتي. بص يا صديقي، س زائد ص الكل تربيع ازاي تتفك؟ بص بقى، الاشاره الاولانيه زي اللي في النص والثانيه دايما بالموجب. هو في اشارتين، اول واحده زي اللي في النص، الثانيه دايما بالموجب. والاول في نفسه س في س بس تربيع، والتاني في نفسه صاد في صاد صاد تربيع، والاول في الثاني في 2 والاول في الثاني في 2. س في صاد في 2، س في صاد بس صاد في 2 ب2 س صاد. واول درس علينا السنه ان شاء الله ازاي نفكها لما يبقى عليها اس 3. طيب ازاي؟ زي السكر في الشاي، الحصه الجايه نشوفها ان شاء الله. طب ودي الاشاره الاولانيه زي اللي في النص والثانيه دايما بالموجب. الاول في نفسه، يلا، س في س بس تربيع، والثاني في نفسه 2 في 2 ب4، والاول في الثاني في 2 س في 2 ب2 س في 2 ب4 س. صديقي، الإشارة الأولانية زي اللي في النص والثانية دايما بالموجب. الأول في نفسه 3 س في 3 س ب9 س تربيع. الثاني في نفسه 2 ص في 2 ص ب4 ص تربيع. الأول في الثاني في 2، 3 في 2 ب6 في 2 ب12 وس ص تنزل زي ما هي. طيب لو جيت وقلت لكم بقى 4 س تربيع زائد مثلا 5 ص تكعيب الكل أس 2، ازاي نفكها؟ عادي خالص. الإشارة الأولانية زي اللي في النص، الثانية دايما بالموجب. الأول في نفسه 4 س تربيع في 4 س تربيع، 4 في 4 ب16، وس تربيع في س تربيع في الضرب بنجمع الأسس تبقى س أس 4. التاني في نفسه 15 ص أس 3، 15 ايه؟ 5 ص أس 3 في 5 ص أس 3 ب 25 ص أس 6. هتيجي تكتبها لي 9 هديك في وشك. ليه؟ يا عم خدها على جنب. ص أس 3 في ص أس 3، أنا في الضرب بجمع الأسس ص أس 6. بعدين الأول في الثاني في 2، 4 في 5 ب20 في 2 ب40، وس تربيع ص تكعيب ينزلوا هما الاثنين زي ما هما. يبقى أنت كده عرفت إزاي بنضرب س ناقص 3 في س زائد 5
س زائد 5 في س ناقص 5، وعرفت ازاي بتفك الايه؟ الاقواس.